صباح الخير يا خالة بهاني. يسعد صباحك يا زاهي. ما عندكيش غير الطماطم المفعصة دي يا خالي؟ دي مفعصة يا زاهي برضو؟ دي حمرا وزي الفل. سلامة شوفك. هي زي الفل عشان من ايديك الحلوين بس. خدي اهدوا 7 ساغ. هتشيلي الحمل ده ب7 ساغ يا زاهي؟ وده حمل برضو يا بهاني، دي المشنة ما فيهاش 5 6 طماطمات عدلين. دول بريال يا زاهي. مانيش دافعة غير باريزي، حياة النبي ما انا دافعة غيرهم. الله، انت دايما شاطرة كده. هتشطر عليك انت يا بهاني. طب دي لسه واحدة كانت هتاخدهم ب15 ساغ ما رضتش يا زاهي، وماشية قدامك هناك اهي. حياة النبي ما معايا غير الباريزي، حياة النبي ما تكسفيني بقى. هما كمان ما يستاهلوش غير كده، داني بس واخداهم من وشك السمح وايديك المبروكه. هقولك ايه يا زاهي، خديهم. ياخد عدوينك يا اختي. وانت ازيك يا بهاني؟ وزي العيال بخير؟ والله ما بشوفهم يا زاهي. يا اختي مادام كويسين احنا مش عايزين غير كده. البريزه اهي. ما فلوس معاكي كتير اهي. انت مش بتقولي معكيش غير البريزه يا زاهي؟ مش بتوعي، حياة النبي ما بتوعي، حتى شايفه حطاهم على جنب اهو. امانه يا اختي. منك انتي. اوعي تكوني مش مسامحاني فيهم. بالهاني والشفا يا زاهي، مطرح ما يسري يمري. اقعدي بالعافيه يا بهاني. الله يعافيكي. اما حاسب يا سعيد. بتعملي ايه يا اما؟ قلت ابلط الحته اللي قدام عتبه الدار دي عشان يبقى شكلها حلو كده ونظيفه. خطي بس اوعى تدوس لا تبوظ التبليط. وجبتي البلاط ده منين يا اما؟ من زينهم عبد الستار ابراهيم اللي بيبني بيت بالمسلح غربنا هنا، جايب بلاط بيلعلط المسميه سماريك. رحت للبنايين قلت لهم ايه، النبي ادوني بلاطين كده تكونوا مستغنيين عنهم، بس اوعوا يكونوا مكسورين. والشحات له ايه يا ولا نص البلد. اديني لزقته لكم. بص البلاطه دي عليها رسم احمر واخضر. قال ايه دي مش شجره دي يا ولا، بص. شجره ايه يا اما؟ ده برج اسكان. والاسكان مفرع كده. روح كده روح. يعني العالم واخد حقه معاك قوي يا خي. وعلى كده عملتي الاكل ولا اتلخمتي في التبليط؟ لا ما تخافش عليا، اطمن. بس انت خش اقلع هدومك وتص وشك بشويه ميه. ابوك واخواتك زمانهم جايين من المدرسه. اقوم احضر لكم الاكل. شاطره يا اما شاطره. خطي يا سعيد خطي. اسم الله عليك يا حبيبي خطي. هو انا عيل يا اما؟ اسم الله يحمي الكبير والصغير يا اخويا منك كده. الحمد لله. ايه يا اخويا، شلت ايدك من الاكل ليه؟ شبعت يا زاهي. انت لحقت تاكل حاجه يا سي عبد الرازق افندي؟ كل حته البتنجانه دي بحته التخديعه دي. الحمد لله يا اخويا انت بتشتغل وبتذاكر وتشقي. الحمد لله. تستاهل الحمد يا اخويا. خليكوا انتوا يا عيال كلوا. هجيب لابوكوا يغسل ايديه وحاجه اكمل اكل. كل يا احلامي، اقطع الرغيف وكلي. ماني باكل اهو ياما. ما تحفش من اخواتك يا سلامي، غمس بالعيش غمس. وانا بحف برضو ياما. بتحف. يظهر صدق عاطفة الشاعر حبا للطبيعة ورغبة في التمتع بجمالها، يدل على ذلك قوله. بالراحة يا سعيد، وطي صوتك لابوك يصحى. مش بذاكر ياما. ما تذاكر في سرك. مذاكرة الحاجات دي ما تنفعش غير كده. طيب بس بالراحة برضو. خدي سمعيلي ياما. هات قول. تعالى يا صديقي وأنت يا صديقة، نمشي على الطريق معا إلى الحديقة. ما أجمل الحديقة، الطير والأشجار والنسمة الرقيقة والورد والأزهار والماء في الحديقة. ولا بتضحك على ايه؟ الحديقة. على الواد سلامة، قال انت اللي بتسمعي له. الله، وفيها ايه يا ابني؟ ايوه فيها ايه يا اخويا؟ هو انت بتعرفي تقري وتكتبي عشان تسمعي له؟ فالح قوي يا اخويا. اديني فاتحه الكتاب وهو بيقول ان غلط هيتلجلج وهعرف. فيها ايه دي؟ لا ياما ما فيهاش. الله، انتوا بتتمقلسوا عليا يا عيال ولا بتتمقلسوا؟ لا ياما ما بنتمقلسش. ابوكوا صحي، خليكوا في مذاكرتكم انتوا. صح النوم يا سي عبد الرازق افندي.
الشاي. حاضر يا اخويا. العيال بيذاكروا؟ ايوه يا اخويا، ومعلمين على الحاجات اللي عايزينك تفسرها لهم. ربنا يقويك علينا يا رب. هروح اعمل لك الشاي واحط لك عليه شويه لبن عشان يكسر سمه. سم ايه بس؟ انا عايز شاي ساده. حاضر يا اخويا حاضر. المادة 137 لسنة 44 من قانون العقوبات تنص على 1 أن يكون زاهي ما تقومي تنامي بدل ما انت نايمة على روحك كده. هسيبك تذاكر لوحدك وانا ماني؟ الله، يعني هتعملي لي ايه؟ برضو يا اخويا نفس معاك. اصلاني هطول الليلة دي عشان عايز اخلص الكتاب ده بسرعة واوديه لصاحبه. طب ما جبتش كتاب زيه ليه يا اخويا؟ ده ب12 جنيه وكفاية على كتب كده، دفعنا فيها كتير. طب ما قلتليش ليه؟ ايه وانت معاك 12 جنيه زيادة؟ معايا يا اخويا معايا. اصل انا بقى بدبق شلم من هنا على باريزة من هنا لما يبقى معايا حاجات كده. اهو كله من خيرك. يعني تقدري تبقي تديهم لي الصبحية؟ يديك طول العمر يا عبد الرازق يا ابن ستيتي. عبد الرازق افندي، ايوه. كنت عايزه اقول لك يعني كل المدرسين الابتدائي بيدوا دروس، والدروس النهارده تساوي الشيء الفلاني، وانت ما شاء الله مدرس حلو وبتدي لعيالك حلو قوي. ما كنت يا اخويا تجيب لك عيلين من المدرسه كده، وهو قرش